نفسي والله اني اشتغل. وايه اللي منعك؟ نفسي الاقي شغلانه كده، احس فيها ان انا بعمل حاجه ليها قيمه. وايه طيب اللي منعك؟ ما انت ممكن تشتغلي يعني، ما تقدمي في اي مكان وهتلاقي اكيد وظيفة. اللي منعني يا ستي ان هتيجي شغل يوافق لما حد من ولادي يكون عيان انه يسيبني اروح انزل اقعد معاهم، واني لما يكون عندهم مينيمم داي يسيبني اطلع بدري علشان اروح لهم، وان لما يكونوا محتاجين حاجه ومحتاجين وجودي جنبهم اقدر اني اروح. فين الشغل ده اللي هيقدر ظروفي كأم وصاحبة بيت وعندي التزامات ناحية أسرتي، إن أنا أقدر أشتغل وأعمل كل الالتزامات دي؟ بالنسبة لي معنى إن أنا أنزل الشغل معناها إن أنا أسيب عيالي طول النهار في الشارع ما بين المدرسة وأفتر سكول بروجرامز ونيرسري يعني يا كده يا كده، ما عنديش حل تاني. حلك عندي. انا عارفة الموضوع ده بيبقى صعب قد ايه لما واحد بيكون محتاج ان هو ينزل يشتغل، يا اما لاسباب مادية او اسباب اجتماعية او اسباب نفسية، عايز يحقق ذاته وعايز يعمل حاجة، ولكن مش عارف، في مسؤوليات مكبلاه مش مخليه عارف ينزل، او يا اما محتاج انه يطور من نفسه، ياخد شهادات ياخد كورسات، وده هيطول المدة. يعني واحد عايز ينزل يشتغل النهاردة يضطر يستنى سنتين ثلاثة عبال ما ياخد الشهادة ولا الدراسة بتاعته، وطبعا كمان سنتين ثلاثة ممكن الحالة الاقتصادية تبقى أسوأ، التكنولوجيا بتتغير بسرعة، السوق بيختلف، وبالتالي الواحد بيبقى عايز يشتغل النهاردة النهاردة. طب نعمل إيه؟ حلكوا عندي. لو انت عندك اي موهبة، لو بتعرفي تعملي اي حاجة، انت ممكن تبدأي الشغل بتاعك من البيت النهاردة بكل المسؤوليات والحاجات اللي وراكي دي. دلوقتي بعد زمن الكورونا وقعدتنا في البيت بقت كل حاجة اونلاين، كل حاجة ممكن تتقدم اونلاين دلوقتي. وبالتالي لو انت بتعرفي تعملي اي حاجة، وعلى فكرة مفيش حد ما بيعرفش يعمل حاجة، كل الناس عندها حاجة بتعرفي تعمليها، ممكن توظفي الحاجة دي بطريقة ان انت تقدري تشتغلي من البيت وتبتدي تنتجي، يبقى عندك منتج، عندك خدمة، عندك حاجة بتعمليها بتدر عليكي ربح، لغاية ما تقدري ان انت تاخدي الشهادة اللي نفسك فيها، او تاخدي المكانة اللي انت عايزة توصلي لها. عايزه تعملي ماجستير دكتوراه، عايزه تاخدي دراسه معينه هتاخد شهور، مش لازم استنى، ممكن ابتدي من النهارده وانا بذاكر لغايه ما الاقي مصدر دخل يساعدني. لو انا دلوقتي عندي شهاده كويسه وعندي يعني ما اقدر ان انا اقدمه، ولكن عندي مسؤوليات، عندي ولاد، عندي حد عيان وباخد بالي منه، عندي مسؤوليات ايا كان، عندي شغل اساسي بشتغله وفي حاجه جنبها محتاجه اني افتح مشروع بتاعي، ممكن تعملي ده من دلوقتي. خلاص بزمن بتاع الانترنت وبعد زمن الكورونا ما بقاش انت محتاجه ان انت تنتظري كتير، انت ممكن تبداي من النهارده وباقل التكاليف تقدري تبداي المشروع بتاعك. فانا عشان كده عامله كورس مسمياه From Bed to Business، من السرير الواحد قاعد في البيت ما بيعملش حاجه، ان انت تفتحي البيزنس بتاعك او المشروع بتاعك، او توظفي الموهبه بتاعتك او الحاجه اللي بتعرفي تعمليها بحيث انها تجيب لك دخل اضافي. الكورس ده التفاصيل بتاعته كلها هتبقى موجودة، انا هحط اللينك بتاعتها تحت الفيديو، ولكن انتم ممكن تتواصلوا معايا عن طريق ماسنجر او عن طريق الواتساب، رقم التليفون بتاعي موجود، وتقدروا ان انتوا تتواصلوا معايا عشان اقول لكم تفاصيل اكتر ازاي تبداي الشغل بتاعك من النهارده في خلال شهر واحد، شهر فبراير. هنبدا الكورس من اول فبراير وينتهي في اخر فبراير. في خلال الشهر ده ممكن تكوني واقفة على رجلك ومعاكي بيزنس أو مشروع بيدر عليكي دخل بالظروف اللي انت موجودة فيها دلوقتي، علشان تبتدي تكوني تحس ان انت حرة نفسك، انت حرة تقدري ليكي دخل ثابت، وليكي وقتك اللي تقدري ان انت توظفيه زي ما انت عايزة على حسب ظروفك. انا اسمي رانيا سلطان، بزنس اند لايف كوتش، واتمنى ان انا اسمع منكم قريب. شكرا لكم.